صلوا على النبي يا جماعة، واللي بيحب النبي الله معاه. صلوا على النبي يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نعمل معانا الشربات بتاع الكنافة اللي هنعملها. كوباية سكر وزيها مية. كده كوباية السكر، كوباية مية. أول ما تغلي هنعمل عصرة ليمونة ونسيبها 6 دقايق 7 دقايق ونطفي عليها. كده يا حبايبي خلاص المية غليت بتاعت السكر العسل. عصرة ليمونة و7 دقايق أو 8 دقايق وتطفي عليها. تطفي عليها وتحطي عليها معلقة سمنة بلدي وشوية فانيليا بس. عادي 7 دقايق بالظبط بعد الغليان. كده يا حبايبي معانا ربع كيلو كنافة. انا عايزاه يطلع من التلاجة كده من الفريزر تشتغلي فيه على طول عشان يريحك. اول ما بتطلعيه بصي يبقى كده مجمد في ايديكي، يتفرد معاكي في ساعتها. او لو عندك الكبه اعمليه في الكبه لو مش عايز تعمليه على ايديكي. طول ما هو متلج هيسهلك الفرك في ساعتها، مش هيدوخك. من غير ما بتبقى طريه تبقى عايزه تقصقصيها وتقطعيها هي كده ما شاء الله. بصوا يا حبايبي بقت زي الرمل في ثواني، مش هتدوخك. طالما هي طالعه من الفريزر بتكسريها في ساعتها. انا ماليش اعملها في الكبه عشان اللي ما عندهوش كبه. بس كده خلاص. مضل بس. خدي سكر اصلا. خد سكر من ده. قد ايه اصلا؟ على خلينا بقى كده بايه العربي. كفة ايدك حبة سكر قد ايه؟ 100 معلقة كبيرة. هتقلبيها بالسكر. انا مسيحة كوباية ونص سمنة من اللي انا عايرت بيها المية والسكر بتاع العسل. ده 4 كيلو كنافه. عملنا له كوبايه سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه. بعد الغليان تغلي الميه، تعصري الليمونه وتحطي تسيبيها 7 دقايق على البوتاجاز. انا طفيت عليها خلاص عشان احنا مش محتاجين شربات. عشان مش محتاجين شربات كتير لان الكنافه اللي عاملاها ما بتحتاجش شربات مني كتير. 3 معالق عسل بس. حتى كوبايه ونص سمنه اللي انا سيحتهم مش هاخدهم كلهم. خلاص كده السمنه كلها اتشربت. الكنافه اتشربت بالسمنه. خلاص هي مش محتاجه كده سمنه تاني، اتشربت كلها بالسمنه. ده انت طيب. لا
طبعا الحاجات بتاعتنا دي اللي عنده سمنه بلدي بتبقى حلوه قوي. الكنافه والطرد والحاجات اللي بيعملها دي بالسمنه بلدي بتبقى جميله. وانتوا عارفين انتوا السمنه البلدي متوفره عندي كتير، عشان اللي انا بطلعها من القشطه بتاعت اللبن. هي دايما بصراحه موجوده في البيت الحمد لله. عايزاكي تعملي كده زي الغويطه لتحت، الحروف بتاعت الطاجن دي عايزاها متقفله بالكنافه، عشان الكنافه دي انا هحطها لها شوكولاته، اعرف املى فيها الشوكولاته. خلاص كده نكبسها كده. نحط له بقى شويه سمنه على الوش. بس تمام قوي كده الحمد لله. هندخلها بقى الفرن، لما تطلع هوريها لكم. يلا حبايبي طلعت من الفرن اهي وهي سخنه كده. هي معلقه عسل واحده، الكبشه الصغيره دي، عشان احنا لما هنقلبها هنحط لها عسل تاني وشوكولاته لسه، مش عايزين عسلها يبقى مسكر قوي. تهدى شويه وهنقلبها ونرجع نكملها مع بعض. يلا حبايبي قلبناها. بس انا عايزه على الحروف العسل يبقى على الحروف اكتر من النص، عشان النص فيه شوكولاته، بس مش محتاجه عسل تاني. يلا حبايبي اي نوع شوكولاته عندك هتحطيه. يلا حبايبي حطينا عليها الشوكولاته. اي تزويق عندك بقى، اي مكسرات، جوز الهند، الحاجه اللي بتحبيها. هتخش التلاجة نص ساعه ولا حاجه تهدى خالص، تقطعيها وبألف هنا وشفا. دمتم في رعايه الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم.